بنت شاطره بمعنى الكلمه، بتذاكر مذاكره كويسه، وبنت رياضيه ومتدينه وشاطره كل حاجه. فكانت الثانويه العامه، فكل الناس منتظره يا هتطلع الاولى يا الثانيه يا الثالثه، اسمها هيتقال في جرايد مصر كلها. ما جابتش مجموع، ما جابتش مجموع، جابت 62%. كل الناس متوقعه انها الاولى. 62 ما بنقولش ده وحش، بس هي جابت 62%، ما طلعتش من الاوائل خالص يعني. تعالوا يا اخواني يا مشاهدين اتفرجوا على الفيس، الكلام اللي اتقال كله ايه ده؟ ايه هذه الشماتة وايه هذه التريقة على واحدة لازم نطبطب عليها؟ ساعتها انا قعدت كده والله العظيم، اقسم بالله العظيم عينيا دمعت. انا ماليش في الفيس ولا الكلام ده، بس زوجتي بتوريني اتكتب ايه، اكتر من 120 رسالة، 120 رسالة تريقة عليها. يا اللي كنت فاكرة نفسك ايه، يا اللي مش عارف عملتي ايه، يا اللي ايه. ليه؟ قعدت مع نفسي كده بعد ما دموعي زادت، صعبانة عليا البنت دي جدا جدا، جارتنا غلطت، ما ذاكرتش، هي حرة، ليست لا مجال اطلاقا لان واحد يتكلم هذا الكلام البشع اللي اتقال. اللي اتكلم هذا الكلام على هذه البنت منافق.